البقلاوة حامية والقطر حامي، بخذوه الشيء الزاكي هذا ما شاء الله. هذه هدية رمضان. ساعة أخذت معنا البقلاوة هذه، 3 مكونات فقط، أي واحد بيقدر يسويها. ورق الفيلو هذا متواجد في كل مكان، لا تستصعبوها وبتتميزوا فيها. بسم الله. واو، بسم الله. بقلاوة يا عم ايش ده تكون رهيبة جدا بشكل خيالي. فرن شغال مسبقا. بحط لوز مقشر وجوز 200 جرام 200 جرام. بحط عليهن بس ملعقة سمن وحدة. على الفرن ربع ساعة بس يتحمصن معنا. بعد ما اللوز برد معنا بننزل فيه في الخلاط. بسم الله. ملعقة ماء زهر صغيرة جدا. زبدة سيحتها تقريبا 50 جرام. بحط عليها 150 جرام سمن. هذا الرقائق فيلو او بسموهن رقائق الكلاج او رقائق البقلاوة. اذا ما كان على نفس المقاس تبعكم بتحطوا الصينية بالشكل هذا وبتقصوا. هذا السمنة اللي جهزناها ننزل فيها بالشكل هذا. الموضوع جدا سهل. اول شي بحط ورقة واحدة وبدهنها، والحين بعد 10 ورقات وبنزل فيهن بالشكل هذا. شايفين نص كمية السمنة اللي عندي، شايفين بدخلها في الجوانب وبنزل في الجوز واللوز اللي طحناهن بالشكل هذا. طيب الحين عندي ظلن 12 ورقة بحطهن كمان بنفس الشكل. الحين قبل ما سق السمن بقطعها، المرة هذه بقطعها مستوى عدل، طبعا بقطعها للآخر لما نصيد الصينية للأخير بالشكل هذا. الحين بميل شوية، الخط الأول عدل والثاني مايل عشان يطلع معي ايش شكل المثلثات اللي ودي اياهن. بحط السمنة اللي ظلت معي. الحين بريحها 20 دقيقة، بخليها تمتص السمن صح. بعدين بدخلها على فرن شغال مسبقا على درجة حرارة 160. بتاخذ من 50 دقيقة ل 60 دقيقة، يعني ساعة أكثر شيء. طبعا بعد ما صبرنا عليها تمتص السمن صح. جماعة ساعة كل الشغل هذا و3 مكونات. هذا فستق طحنت بحطه بالشكل هذا. طبعا الشيء هذا اختياري مش شرط يعني. والطعم خلينا بس نطعيها تتشرب القطر ونذوقها قدامكم وخلص.